تعالوا سريعا كده اعرفكم على شيري ميزو. قصه كفاح كبيره فهحكيها لك من طقطق للسلام عليكم. الحوار بدا معايا من 2015 انها تعمل اكل في البيت زي المطاعم بالظبط، لحد ما ربنا رزقها وفتحت مطعم دليفري، وكمان فتحت اكل مجمد واكل بيتي بتاع المطاعم زي ما انت اكيد شايف دلوقتي. ودي هتبقى اول سلسله في فيديوهات جديده هسميها يستاهلوا الدعم. ومدام شيري اهم حاجه عندها بدل ما نروح مطعم وندفع دم قلبنا، انا هديكوا حاجات المطعم بالظبط بارخص الاسعار. فباختصار كده انا جاي اقول لك ان انت كل ما تحتاجه في البيت عندك، من مقليات للحوم لجبنات، اي حاجه تتخيلها هتلاقيها عند شيري ميزو. وزي ما بقول لك كده، اذا كان عندك مطعم او عايز حاجات للبيت فبتبيع كل حاجه تتخيلها. يعني مثلا لو هنتكلم على الصوصات فبتبيع كل الصوصات اللي انت ممكن تتخيلها بتلاقيها في اي مطعم. وكمان عندهم العيش البريوش اللي المطاعم شغاله بيه. ومعظم شغلنا من انتاج مصنعنا في كفر الشيخ. ومش بس كده، كمان بتعمل زبده فلاحي وسمنه فلاحي. ده غير ان زي ما قلت لك في اول فيديو كده ان هي عندها مطبخ، والمطبخ ده دليفري، ممكن تعمل الاوردر بتاعك قبلها بيوم. وعايز اقول لك على حاجه اتفقت واعترضت معايا، خلينا كده مقتنعين الاكل البيتي ما يختلفش على اتنين، يعني زي اللي امي وامك بتعمله. وكمان عامله وجبات اسمها وجبات الخير زي اللي قدامك دي. فباختصار كده يا ست الكل اللي بتتفرج علينا وما بتعرفش تطبخ، ما تشيليش هم الموضوع ده، كلمي